اليوم جو عندي ضيوف يعلم والله من الجعادب، واسألكم بالله بين اقول لهم يا خبر احنا عندنا عيب نخزن خارج البيت، نخزن الله في البيت. قالوا والله ما نخزن لا بالجربه، خاورن للوادي بالرغم انه معاهم قريص عمانه، لكن مدري كيف قصتهم. وذا الحين وذا هم بيبعدوا لهم قات، بيبعدوا لارواحهم، حتى القات ما خلونيش ابعد لهم، قالوا والله ما يبعدوا لارواحهم. المهم الضيوف ساعة العسل، وذا احنا نخزن وسط الجربه، وتركبوا المفاجآت من المغرب خلونا مغرب يطلع الكيف، وذا هربوا ما قدر ارحمهم وينهم. يا خشعان اربوا صاحب صنعاء مرحبا كيف بيطلع راس السلام. واني عسل وهذا ابو معاذ. اين انت يا ابو معاذ؟ انا في عسل سافر ساعة لنا. يا سلطان. وذاحين قالوا نخزن هنا في الوادي، يا خبر مشوا ملامح علي، مشوا ملامح. انا بقول الناس قالوا نخزن في البيت، اجوا اصحابنا عندي يعني نحتفل بهم ونفتخر بهم، لكن قالوا والله ما يشوي يخزنون الله وينه. قسما بالله ان الجو هذه انك تدور الدوار ولا في لبنان، اي لبنان حرم لك ولا في باري، باريس ما في هذا. المهم كذا نخزن في الوادي. اهم شيء لنكا قمتوني. ايوه وصاحب صنعاء اربونا بكفي ارحم صاحب صنعاء كدو مسند براس السلم وهو سلم 3 متر. حلا انا ما عاد برجع. والله نطلع نخزن ما راس الحد هذا يا رجال، انتم حق تخزينه. بعدك احنا مسلمين، اما بيت والله ما احنا لقت كفاية اسالك بالله كفايتك. وانت يا ابو معذر ما عجبتك من غير سبعات. لا قلق